لما تشوف الترتيب في قصص الأنبياء في القرآن الكريم تعرف ترتيب الحضارات، وتعرف أن في حضارات موجودة أقوى من الحضارات الموجودة، أقوى من حضارة الفراعنة، أقوى من سور الصين، أقوى من الأمور هذه كلها. الله سبحانه وتعالى لما أغرق قوم نوح عليه السلام أخذ معه اللي آمنوا ومن الحيوانات، ومو معقول يعني أن أخذ جميع الحيوانات يعني معه، مو معقول أن كل الأرض يعني غرقت معه. ويقولوا ان السفينة رست في تركيا، وهذا كلام يعني ما في اي شيء يدل عليه، ومو مذكور اصلا الا في التوراة ان السفينة رست في تركيا. فلما نشوف ايش صار بعد الطوفان هذا نعرف ان السفينة راسية بعيد عن تركيا. ايش اللي صار بعد الطوفان؟ من اللي جاء بعدهم؟ اللي امنوا من قوم نوح، قوم هود عليه السلام اللي هم قوم عاد. وين موقعهم؟ في الأحقاف. الأحقاف هذه اللي هي جنوب الربع الخالي، وتشمل أجزاء من اليمن، تشمل أجزاء من سلطنة عمان. هذه مدن الأحقاف كانت عندهم مدن من أعظم ما بنى الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني ما في شيء أنخلق في الدنيا هذه مثل ما أنخلق في مثل ما زبطوا الناس وبنوا الناس في عند قوم عاد في مدن الأحقاف. والله أعلم منها جميع الربع الخالي هذه الصحراء هذه، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريح صرصرا عاتية. واللي يشوف صحراء الربع الخالي هذه صحراء غريبة، صحراء يعني اللي يقعد فيها يوم يندفن فيها. فالله أعلم أن قوم عاد والمدن حقتهم، المدن الفخمة اللي يعني لو اكتشفوها مدن عاد، مدن إرم هذه الأحقاف، يعني ممكن راح تكون نقلة تاريخية في تاريخ البشرية. يعني ممكن تغير حتى الفكر الهندسي عند البشر. فالله سبحانه وتعالى، فهود عليه السلام لما جاء لقوم ايش قال لهم؟ وجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يعني هذول الناس هم نفسهم سلالة القلة اللي آمنوا مع نوح عليه السلام، فآمنوا معه قلة كمان. طبعا القلة مو شرط يعني يكون 10 ولا 20، القلة حسب العدد كامل. يعني مثلا إذا العدد مثلا 10 مليون، فمليون يعتبر قلة. القلة نسبية من الكثرة. فالذين آمنوا مع هود عليه السلام خرجوا والله نجاهم. راحوا وين؟ اتجهوا من جنوب الجزيرة العربية أو جنوب المملكة العربية السعودية، اتجهوا إلى الشمال، إلى منطقة وين؟ إلى منطقة مدائن صالح. وظلوا قرون، بعدها انتكسوا مرة ثانية البشرية، وجاهم مين؟ جاهم صالح. هذول قوم مين؟ قوم ثمود في مدائن صالح هنا في المملكة العربية السعودية. جاهم وحذرهم ونصحهم انهم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، لكن كمان آمنوا منهم قلة. فوش قال لهم صالح عليه السلام؟ جعلكم خلفاء من بعد عاد. يعني هي سلالة موجودة من آدم إلى نوح عليه السلام، وصلت إلى عاد في جنوب المملكة العربية السعودية. انتقلوا من منطقة، يعني هم انتقلوا للشمال، مستحيل انتقلوا للجنوب لأن الجنوب بحر عندهم اللي هو المحيط. انتقلوا للشمال إلى مدائن صالح، وحذرهم صالح وقال لهم جعلكم خلفاء من بعد عاد. يعني هذول كمان سلالة قوم عاد اللي هم قوم ثمود. بعدها جاء قوم لوط عليه السلام. لوط عليه السلام كان في نفس زمن إبراهيم. لوط عليه السلام من اللي آمنوا في إبراهيم لما إبراهيم حطوه في النار في العراق، بعدين اتجه إلى الأرض المباركة اللي هي فلسطين. اتجه معه مين؟ اتجه معه لوط عليه السلام. لكن انقطعت قصة القوم اللي موجودين عند اللي في العراق، هذول اللي حاولوا يحرقوا إبراهيم عليه السلام. ما قال إنهم جاهم عذاب ولا قال شيء، إنه طلع من عندهم، خرج من عندهم، وخرج معه مسلمين آمنوا من ضمنهم لوط عليه السلام. لوط عليه السلام أرسل لقرية اسمها سدوم موجودة الآن في فلسطين. فكثير من الخرافات يقولوا إن البحر الميت، نفس البحر الميت هذا، قوم لوط، قرى قوم لوط كانت الآن موجودة تحت البحر الميت. فهذا غير صحيح. يبعد مكان
منطقة قوم لوط عن البحر الميت تقريبا 30 كيلو، في منطقة اسمها سدوم طريق أريحة يعني في فلسطين. إلى الآن موجودة الآثار حقتهم، موجودة بيوت مقلوبة، البيوت نفسها مقلوبة، وجعلنا عاليها أسافلها. يعني البحر الميت هذا كانت اسمها بحيرة لوط على أيام زمان، يعني تالي صار يعني اسمها البحر الميت. فمن بعد إبراهيم عليه السلام صار فيه وضع مختلف عن الوضع لما كان أيام نوح وأيام عاد وأيام ثمود. كلهم كان قلة تطلع، قلة من كثرة، قلة تؤمن من كثرة ما آمنوا. لكن في عهد إبراهيم صار في كثير موجود. لوط أرسلوه لسدوم، أرسل الله سبحانه وتعالى أرسله إلى سدوم. إبراهيم تنقل بين مصر، بين مكة، بين فلسطين، يعني في تحرك الأمم ثانية موجودة غير الأمم، يعني صار انبثاق للبشرية. فهذه هي بداية انبثاق البشرية. والملك ما بدأ الملك إلا في عهد إبراهيم عليه السلام في العراق، بعده بدأ في مصر مع فرعون. لما صار وضع إيش؟ صار وضع رسمي. أول كان قوم، الآن لا، الوضع في فرعون وجنوده، يعني في جنود، في جيش. يعني في القرآن الكريم أول جيش موجود هو الجيش حق فرعون، هو من أول الجيوش اللي ذكرت في القرآن. ما كان في أول، كان أقوام قبائل يعني عايشة، ما كان في جيوش. بعدها انبثقت البشرية. فنلاحظ أن البشرية بشكل عام تمر عليها قرون، تمر عليها فترة تؤمن، قرون تبدأ تنتكس. يرسل الله سبحانه وتعالى نبي، يؤمن ناس يباد بعضهم في 3 حالات: في حالة نوح، وحالة هود، وحالة صالح عليهم السلام. ال3 هذول هم بداية انبثاق البشرية.